السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ يتساءل على أغنية المرحومة سميرة للشاب نصرو، ومن هو صاحب هذه الأغنية الأصلي. أولا خويا العزيز مرحبا بك. هذه الأغنية للشاب نصرو من أوائل الأغاني للشاب نصرو، من أوائل الألبومات، أغنية بعنوان مقام سميرة. الأغنية أو الألبوم اللي سجلوا عند استوديو كاتب دار الحياة، إديسيون إمام فون، نصر الدين إمام فون، توزيع وألحان كادر بن زواق. الأغنية بعنوان مقام سميرة، ولكن الأغنية الأصلية ترجع لواحد من شيوخ الأغنية البدوية أو واحد من رموز الأغنية البدوية في الجزائر، اللي هو الشيخ حمادة المستغانمي. الشيخ حمادة المستغانمي، الشيخ حمادة اللي هو من مواليد سنة 1889، توفى رحمه الله سنة 1968. واحد من الفنانين الكبار والعمالقة، وواحد من رموز وشيوخ الأغنية البدوية في الجزائر. عنده الكثير من القصائد اللي عاودوا غنوها فنانين، خاصة فناني أغنية الراي، من بينها هذه القصيدة، قصيدة مقام سعدية. هو أيضا غنى قصائد لشيوخ وشعراء كما الشيخ عمر بن المقراني الشلفي، كما الشيخ عبد القادر الخالدي، كما الشيخ بن قنون المعسكري. هذه القصيدة اللي تعتبر، أنا شخصيا أعتبرها واحدة من رموز الأغاني التراثية. من بين الفنانين الكبار اللي عودوا هذه الأغنية وخرجوا هذه الأغنية، خلينا نقولوا عصرنا هذه الأغنية، هو الكينج شاب خالد. أغنية دبلوني يا صاحبي الأرصام. من بين أيضا الفنانين اللي عودوا هذه الأغنية كاين الشيخ الهواري بن شنات، كاين أيضا الشاب سعيد بن طاطا، جروب تيموشنت اللي غناها مع المايسترو العازف الكبير المرحوم جعفر بن ستي. وكاين أيضا الشاب نصرو اللي غناها بعنوان مقام سميرة، وعطاها الشاب نصرو هذاك الطابع العاطفي والطابع الرومانسي. مقام سعدية غنوها الفنانين في مقطعين، دائما لما يغنيوها يغنيو مقطع استخبار ومقطع أغنية. الاستخبار اللي يقول فيه طال عليا الحال وبقيت نخمم، وغلبني ذي الغرام يا من تسمع لي، منين لمشات صافية المبسم، سعدية زين لبها واش بقى لي، راني كل ليلة نغدى المرسم، اللي بكري موالفه صبته خالي. دبلوني يا صاحبي الارصام، جيت نزور مقام سعدية، هي جاو العشق في الريام قبل لا تتزوج صبية. لو نحكي لك اللي فات كي حليت حزام سعدية، سلمت عليها شحال سلام وقبضت البرهان بدية. المعلومات اللي عندي انه هذه سعدية، هذه القصة قصة حقيقية، وهي قصيدة تراثية اللي الشاعر يعبر فيها على الحزن والألم الشديد لفراق سعدية لما توفات، اللي كان كل مرة لما توفات كل يوم يروح يزور قبرها صباح وعشية. وهذا القبر يتمنى الشاعر لو انه يجعلوه مقام، وهذا المقام يزوروه العشاق، والعشاق كل مرة يزوروه ويتبركوا به ويتفكروا هذه القصة، قصة العشق بين الشاعر وبين سعدية. نصرو بدل اسم سعدية وحط اسم سميرة في الأغنية. نتمنى تكون المعلومات وصلت أخي العزيز، ونخليك مع مقطع لهذه الأغنية بصوت الشيخ حمادة. يا دبلوني يا صاحبي الأرصاد، جيت نزور مقام سعدية، هي شاوى العشق في الريم قبل لا تتزوج صبية.